فاجأ الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الجميع عندما أفتى بجواز التضحية بالطيور بدلاً من الأغنام أو الماعز أو البقر في عيد الأضحى. الهلالي ولد حلوله ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية قال أنه بدلاً من الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط فإنه وجب التضحية بالطيور، مستدلاً بما قاله داود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهري ورواه عن بلال بن أبي رباح، واستندوا بالأدلة في القرآن والسنة. وشدد الهلالي على أن التضحية بالطيور هو رأي فقهي موجود لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري، متحديا كل من يعتبر هذا الرأي باطلا. وأثارت فتوى سعد الدين الهلالي ضجة كبيرة وردود فعل واسعة خاصة من قبل عدد من علماء الأزهر الذين شددوا على أن الأضحية محددة في بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم. من جانبه وتعليقا على فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي قال الشيخ محمد الفزازي أن التضحية بالطيور لا تجوز. وأضاف الفزازي في تصريح صحفي أن ما أفتى به سعد الدين الهلالي حول جواز التضحية بالطيور بدل الأغنام والماعز والبقر هو كلام مجانب للصواب.